السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. بعد تعافي اللاعب من الإصابة، البرازيلي برونو سافيو يظهر للمرة الأولى في قائمة النادي الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني بشكل رسمي. النادي الأهلي يجدد التعاقد مع حسين الشحات وياسر إبراهيم. مارسيل كولر: لعبت مع الأهلي 26 مباراة، خسرت خلالها 3 مباريات فقط، منهم مباراة أمام ريال مدريد أكبر فريق في العالم، لكن المباراة التي حزنت على خسارتها هي مباراة الهلال السوداني. ووضح المدير الفني السويسري أن استبعاد الثنائي أيمن أشرف وبرونو سافيو جاء بسبب الإصابات وليس بسبب الحب والكره مثلما يردد البعض. النادي الأهلي يرتدي زيه التقليدي اليوم في مواجهة القطن الكاميروني الساعة 6 مساء على ملعب السلام. فيوتشر يتعادل مع الإسماعيلي سلبيا، وبيراميدز يكرر النتيجة أمام الزمالك. أصحاب المركز الثاني والثالث والخامس في الدوري لعبوا لخدمة مصلحة الأهلي المتصدر. جماهير الزمالك تنقلب على زيزو بعد تعادل الفريق أمام بيراميدز، وقامت بتوجيه السباب للاعب بشكل قوي جدا، واللاعب غضب جدا وكاد أن يشتبك معهم لولا تدخل زملائه والإداريين الذين أمسكوا به ومنعوا عودته من جديد للملعب. مارسيل كولر عن قرار عدم المشاركة في البطولة العربية: الأمر لا علاقة له بدوري أبطال أفريقيا، الموسم سينتهي في نصف يوليو، وإذا لعبنا في البطولة العربية لن يحصل اللاعبين على راحة ولن نخوض فترة إعداد، والأهم بالنسبة لنا هو التفكير في صحة اللاعبين وسلامتهم. وأثق في قدرات لاعبي الأهلي على تخطي القطن الكاميروني اليوم وتحقيق الفوز، ولن نتأثر بالإصابات لأن لدينا قائمة من اللاعبين المميزين. بعد قرار إيقاف الزمالك من 3 فترات قيد بسبب عقوبة سيف الجزيري، سليمان وهدان المكلف برئاسة نادي الزمالك. العقوبة ستزول بعد دفع الغرامة، سيتم تسوية هذا المبلغ خلال الأيام القليلة المقبلة. نحن في مرحلة صعبة الآن ونتحمل الكثير، وحتى هذه اللحظة فيريرا مستمر، وما يتردد شائعات، وأمير مرتضى مستمر، وأي تغيير سنعلن عنه. وتعرضنا للظلم في مباراة بيراميدز بسبب التحكيم ولن نسمح بأي تجاوز. أحمد شوبير ينصح لاعبي الزمالك بعدم السقوط بشكل مستمر داخل منطقة الجزاء لأنه في النهاية يوجد فار. بعد اعتذار النادي الأهلي عن المشاركة في البطولة، محاولات مكثفة من الاتحاد السكندري للمشاركة في البطولة العربية. انتهت أخبارنا. لو لسه مشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.